حبي نفسك قوي، حبي نفسك قوي واعرفي انك ما تتعوضيش. كل حاجه فيكي حلوه، صوتك مميز، شكلك مميز، حلوه في كل حالاتك، بعقلك وبجنانك. حلوه وانت بتضحكي، وحلوه وانت حزينه، حلوه وانت قاسيه وشديده، وحلوه وانت حنينه وبتطبطبي، حلوه وانت مش محتاجه لحد، حلوه وانت راضيه عن نفسك وانت مقتنعه بذاتك، حلوه وانت مش عايزه حاجه من حد، حلوه وانت سانده نفسك بنفسك. ما تسمحيش لحد انه يقلل منك، علشان انت غاليه قوي، غاليه قوي. لا ترخصي نفسك لا عند نفسك ولا عند اللي حواليكي. انت غاليه قوي، مش محتاجه حد يغليكي. افتحي باب قلبك للي يزرع فيه بساتين ورد. احب بقى ارحب بضيفتي المميزه وبصديقتي مؤسس مبادره حبي نفسك، واللي دايما متميزه في كل اللقاءات وليها العديد من التكريمات في المسابقات والمؤتمرات والندوات والمنتديات. دكتوره نهى مصطفى، نورتيني في برنامج شبابنا ومستقبلنا. اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ انت دايما منورانا ومنوره تسلمي. الدنيا كلها بره ومشرفانا في كل المؤتمرات. تسلمي يا حبيبتي، انت اللي عينيكي جميله. تسلميلي. ايه حبي نفسك؟ حبي نفسك جاتلك منين فكره حبي نفسك؟ بصي، هو اللي بيعمل مبادره بيبقى حاسسها، يعني اللي بينادي بحاجه بيبقى هو اتحط فيها. فانا عشان انا بحب نفسي اتهاجمت او اتواجه لي اتهامات ان انا انانيه، فاهماني؟ ففكره حبي نفسك مش موجوده، الثقافه دي مش موجوده عندنا، يعني الثقافه دي مش موجوده في بلدنا. إيه يعني ايه تحبي نفسك؟ حبي نفسك انت كده انانيه. إيه، لا انت المفروض تحبي اللي حواليكي اكتر منك. فانا تعبت من الموضوع ده، يعني كل ما اقول لحد انا بحب نفسي يقول لي انت انانيه، انت بتفضلي نفسك. لا، هو مش انانيه، هو ده اختلاط الناس عملوه ما بين حب النفس او حب الذات والانانيه، اللي هو الايثار والاثره. الايثار ان انت تخلي اللي قدامك مفضل عليكي، تمام. تاثري اللي قدامك عليكي. تمام. الاثره ان انت تحولي كل الاشخاص اللي حواليكي الاشياء انت بتستخدميهم لمصلحتك، تمام. بتستخدميهم عشان يخدموكي في تحقيق اهدافك انت. تمام. ولا ده صح ولا ده صح. احنا ديننا اصلا دين وسطيه، او دين وسط، خير الامور الوسط. لا افضلك عليا قوي وعليكي عليا قوي والبي احتياجاتك ورغباتك وانا انسى نفسي، ولا استخدمك كشيء عشان ارضي بيه نفسي او ارضي بيه غروري، او عشان اوصل لهدف معين في دماغي فانا بستغلك. يعني الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول لا يؤمن احدكما حتى يحب لاخيه ما يحبه لنفسه. اذا حب النفس دوت، ما هو الرسول عليه الصلاه والسلام عارف ان احنا هنحب نفسنا، هو عارف انك هتحب نفسك، ودي حاجه شريفه جدا وحاجه طاهره جدا. يمكن من اعلى مراتب الحب فعلا بعد حب الله ورسوله حب الذات، حب ده انا نفسك. دايما بقول ان نفسك تستحق، لازم تطبطب عليها، لازم تعليها، لازم تديها حقها، لازم تديها تقديرها. بالظبط، احنا هنا بنقول انت حبي نفسك وكل حاجه، بس حبي لغيرك اللي بتحبيه لنفسك. هل انت هتحبي لنفسك شر؟ اكيد لا. هل انت هتحبي لنفسك حاجه مش كويسه؟ طب ليه الرسول عليه الصلاه والسلام قال كده؟ قال حب لاخيك ما تحب لنفسك. معنى كده ان انت هتحبي لنفسك خير. احسن حاجه. بالظبط، انت مش هتحبي انك تتحطي في علاقات سامه، انت مش هتحبي انك تكذبي، انت مش هتحبي ان انت تكوني انسانه مش كويسه، غداره، مش جدعه، مش كويسه في اخلاقك. مش هتحبي تحطي هتحبي اللي حواليكي يبقوا زيك. مش هتحبي تحطي نفسك في علاقات سامه، بس احيانا بتندفعي وتنجرفي في العلاقات السامه غصب عنك. بس انت لو تقدري هتخرجي نفسك من العلاقه السامه. بيبقى فيه انت عارفه بقى شويه طاقه حلوين كده، اللي هو تقدري على نفسك. لا انا مش هكمل في علاقه تاذيني نفسيا. انت ليه تخلي اللي قدامك يستنفذ طاقتك؟ ليه تخلي اللي قدامك يتغذى على وجودك في حياته كمصدر ليه؟ هو بياخد غذاء منك انت، من دعمك ليه. هو بيستغل دعمك ليه وبيستغل حبك ليه. دي علاقه سامه جدا. اقول ان ده هدف من اهداف المبادره، ان كل واحده فينا تكتشف نقاط القوه اللي جواها. اهداف المبادره كتير. لازم انت اصلا يعني لو انا قلت لك دلوقتي انت بتحبي محمد مثلا، بتحبي محمد ليه؟ مين محمد يا نهى؟ برافو عليكي، مين محمد؟ برافو عليكي، كويس جدا، وده الرد اللي انا عايزاه. مين محمد؟ انت لازم تعرفي نفسك عشان تحبيه. هل ينفع تحبي حد مش عارفاه؟ لا حقيقي.
حقيقي. يبقى اول هدف من اهداف مبادره حبي نفسك لازم تعرفي نفسك الاول. عندك 9 انماط للشخصيه، 9 انواع للشخصيه، تمام. ودول عايزين حلقه كامله مش هنتكلم فيهم. دوري في ال9 شخصيات، شوفي انت شخصيتك ايه. يعني كان في فيلم حلو قوي بتاع سعاد حسني وحسين فهمي، لما كتبت له في ورقه من انت؟ من انت؟ من انت؟ انت جاهزه تردي على السؤال ده؟ قال لها خد الورقه ومالوش رد. بالظبط، لان معظمنا انا لو اتسالت واتقال لي من انت، انا هقعد افكر كتير هو انا مين؟ مش هيبقى عندي الرد جاهز. لا، احنا بنؤهلك بقى لكده، بنؤهلك ان لما حد يقول لك من انت، انا كذا وكذا وكذا وكذا، انا 1 و2 و3 و4، عشان كده بقول ان انا احلامي كذا، انا طموحاتي كذا. احط ايدي على نقاط القوه اللي جوايا، اعرفي نفسك، اعرف شخصيتي. بالظبط. ما حدش بيحب حد ما يعرفوش، عمرك ما هتحبي حد ما انتش عارفاه. فلازم عشان تحبي نفسك تعرفي نفسك الاول. هي بالفطره احنا بنحب نفسنا، بس بنيجي عليها عشان الناس بنحبهم. لا، ودي هي مش المشكلة بقى. بالفطره. هي مش بالفطره، هي مكتسبه. هي مش فطريه، هي حاجه مكتسبه. انت بتكتسبيها من تجاربك. لما تلاقي نفسك بتدي مره واثنين وثلاثه وبتستني تقدير وبتستني شكر وده ما بيحصلش، او تحاولي تجهدي نفسك وتجهدي طاقتك وتبذلي اقصى ما في وسعك عشان تساعدي اللي قدامك وتضحي، وفي الاخر بيتقالك انت ما عملتيش حاجه، محدش طالب منك كده. هو انت من البدايه فبتبداي تحبي بقى نفسك. ما هو من البدايه بتبقي بتحبي نفسك، بس ايه، بتفضلي اللي حواليكي فبتيجي على نفسك. من كتر المواقف وتخبطات الحياه بتبداي تقولي لا بقى كفايه كده، انا زهقت مش قادره اكمل. ما هو انت لما تحبي نفسك هتحبي اللي قدامك. ما هو انا لما احب نفسي ههتم بنفسي، ههتم ببيتي، ههتم ببناتي، ههتم بشغلي، ههتم بحياتي، ههتم بعلاقاتي. لما تحبي نفسك هتقبلي عيوبك قبل مميزاتك. ماشي، هتحسنيها، بس مش هتجلدي نفسك. مش هتقعدي انا ليه عملت كذا وليه عملت كذا وليه عملت كذا وما كانش المفروض اعمل كذا وما كانش المفروض اعمل كذا. لا، في حاجه اسمها رحمه. انت عارفه انت شخصين اصلا، انت مش شخص واحد، انت شخصين. انت روح وسلوك. الروح دي اللي ربنا نفخها فيكي، دي روحك. السلوك دي تصرفاتك. خرجي السلوك من الروح. يعني وقفي سلوكك قدامك، اعملي كده حاجه زي هليكوبتر فيو، يعني زي كانك راكبه طياره وبتتفرجي على الفيو من تحت. تمام. شوفي تصرفاتك ايه، اعملي لنفسك خريطه اسمها خريطه الحب او بلان الحب. انت بتحبي ايه؟ انت بتحبي الشخص الجدع؟ اكتبي في خريطتك انا عايزه ابقى جدعه. انت بتحبي الشخص الامين؟ اكتبي في خريطتك انا عايزه ابقى امينه. انت بتحبي الشخص الصادق الاصيل؟ اكتبي في خريطتك انا عايزه ابقى صادقه، عايزه ابقى اصيله. فبالتالي انت عملتي لنفسك خريطه حب بتبداي تنفذيها. كل لما تعملي حاجه من دي، يعني انا وقفت مع دكتوره رشا النهارده وقفت جدعانه، برافو، انا كنت جدعه النهارده. حمسي نفسك. انا كنت جدعه النهارده، حبي نفسك. مش ده اللي هيحمسك، اللي هيحمسك المقابل اللي هتلاقيه. يعني انا وقفت مع دكتوره رشا وقفت جدعانه، الرد الفعل على اللي انا عملته ايه؟ لا، ما هو ده بقى دي شعره بقى. انا لو بحب نفسي مش هستنى حاجه من اللي قدامي. انا عارفه قدرات نفسي. انا عارفه ان انا استحق، عارفه ان انا اللي عملته معاكي دوت عشان انا كويسه، مش عشان انا مستنيه منك حاجه تبقي انت كويسه معايا. انا اديتك بطيب خاطر، تمام، مش عشان انا مستنيه منك مقابل. ده بقى حب نفس فعلا. انت لما بتحبي نفسك انت بتقدريها، انت بتسقفي لها، انت بتشجعيها، انت بتقولي لها برافو، انت في الموقف ده كنت كويسه. ولما تعملي حاجه وحشه انت بتبقي رحيمه بنفسك. انت مش بتقعدي تجلدي نفسك. تمام. انا عملت كذا النهارده ده غلط، خلاص المره الجايه انا مش هعمله، انا هحاول ان انا احسن من نفسي اكتر. انا اتكلمت باسلوب مش كويس النهارده، لا بكره هبقى احسن، بكره هبقى اعلى، بكره هبقى اكبر. يبقى في نضج اعلى ويبقى في استيعاب لشخصيتك. انت بتحبي نفسك زي ما انت بكل حاجه فيك. لو قلنا ايه هي الفئات المستهدفه من مبادره حبي نفسك، هل انت شغاله على الستات بس وهنكرر نسخه تانية من ناس تانية، ولا لو انا هنشتغل على السيدات لصالح المجتمع ولصالح النصف الثاني من المجتمع؟ انت هتشتغلي على كل فئات المجتمع، بس انت بتبداي بالمراه. ليه بتبداي بالمراه؟ لان دايما هي اللي بتتهم بالانانيه. يعني ايه؟ يعني دايما تقول لك مظلومين، والله مظلومين. دايما تقول لك ايه، انت خليكي في بيتك وخليكي في عيالك. طب انا عايزه اخرج مع اصحابي، تخرجي ايه؟ اقعدي ذاكري لاولادك. طب انا عايزه اقعد مع اصحابي مثلا في كافيه ولا في نادي، انا مخنوقه، انا عايزه افك عن نفسي، انا عايز. لا، ما عندناش حد يفك عن نفسه. انت هبله ولا ايه؟ ما عندناش حد يفك عن نفسه. انت اقعدي مع اولادك واقعدي ذاكري لهم واكليهم وشربيهم، ماشي، ما انا هعمل كل ده، بس انا فين بقى؟ ما هو انت لو نفسيتك كويسه
مش هتقعدي تتنرفزي طول النهار في البيت. وده اللي انا قلته الاول، كلنا محتاجين طبطبه، كلنا بالظبط. محتاجين حاجه لو انت نحتويها، نفسيتك كويسه نتنفس. علاقتك هتبقى كويسه بجوزك، طبيعي. بشريك حياتك، طبيعي. بخطيبك. مم. لو انت كويسه مع نفسك هتروحي الشغل مريحه هاديه، في سلام نفسي، مم. في سلام داخلي. مم. انت رايحه في سلام داخلي جواكي، وحاسه ان انت يومك حلو، مم. عشان انت خرجتي كل حاجه جواكي في هوايه انت بتحبيها، في خروجه حلوه انت عملتيها. مش لازم يبقى كل حياتك للي حواليكي. مم. ما هو انت عيشي لنفسك وعيشي للي حواليكي، تمام. لكن ما ينفعش اعيش للي حواليا وانسى نفسي. طب انت فين؟ ده انت ربنا يسالك عن نفسك، مم. انت فين من كل ده؟ ما قلتلكيش ابقي انانيه، بس زي ما تدي خدي، الدنيا اخد وعطا، لازم يبقى في ميزان حساس كده. تمام. زي ما تمام. بتدي بتاخدي، وزي ما تمام. بتاخدي بتدي. مم. فلكل طوائف المجتمع، مش للمرأة بس المرأة لما تبقى كويسة المجتمع كله هيبقى كويس. دكتوره نهى، حابه توصل بالمبادره لحد فين؟ من اسكندرية لأسيوط. ده بالنسبه لحدودها يعني المكانيه. احنا عايزين ننزل نعمل المبادرة دي في كل الأماكن، ايفنتات في كل هو الأماكن. احنا نسينا نقول ان للساده المشاهدين المبادره تبع وزاره التضامن الاجتماعي، مبادره موثقه تبع مؤسسه شباب الجمهوريه الجديده طبعا. بالظبط. احنا مش بسالك على الحدود المكانيه، انا بسالك على طموحات دكتوره نهى، حابه توصلي بايه بالمبادره بتاعتك؟ حابة اوصل ان احنا نبقى في مجتمع سوي. مم. يعني بمعنى ان انت فكرة حب النفس اللي مربوطة بالأنانية، لا، انا مش عشان بحب نفسي ابقى أنانية، انا بحب نفسي وبحبك، وبحب ولادي، وبحب زوجي، وبحب خطيبي، وبحب ابني، وبحب بنتي، وبحب صاحبتي، وبحب جيراني. ما هو انا انا بحب بحب نفسي عشان ما لقيتش حد بالظبط. يحبني. لا، انا بحب نفسي عشان احب كل حاجه حواليا. ما هو انت لو حبيتي نفسك هتحبي كل حاجه حواليك. مم. وهو ده اللي خلاني اعمل المبادره دي. حب الذات مش انانيه، مم. ملهاش علاقه، ملهاش مم. علاقه خالص. مم. بالعكس، دي مسمى شريف جدا، ان انت بتحبي نفسك، يعني بتكرميها. ربنا كرمك، مم. ربنا كرمك، ربنا خلقك ونفخ فيكي من روحه. اذا كان ربنا حابب وجودك في الارض، مم. هو نعم ربنا بالله. بيخلق حاجه مم. يعني حاشا لله معيوبه؟ ربنا ما عندوش عيوب صناعه. مم. يعني ربنا ما عندوش عيوب صناعه، مش بيخلق حاجه معيوبه. فربنا خلقك وكرمك في احسن حاجه، وفي احسن حال، وفي احسن شكل، وفي احسن هيئه. مم. ازاي انت ما تحبيش نفسك؟ مم. انت لازم تحبي نفسك عشان ربنا خلقك. مش انت بتحبي البحر، بتحبي السماء، وبتحبي الشمس، وبتحبي القمر، بتحبي الحاجات دي ليه؟ بالفطره، عشان بكل ربنا شيء خلقها. انت بتحبي كل حاجه مم. ربنا خلقها. طب وانت مين خلقك؟ ربنا سبحانه وتعالى. وده مش كفيل لانك تحبي نفسك؟ هو احنا ممكن نقول حبي نفسك بما لا يتعارض مع اللي حواليكي. بالظبط. حبي نفسك من غير ما تأثري سلبيا على اي حد تاني. حبي نفسك باللي يدعم اللي حواليكي، باللي يخليكي مصدر نور ليهم، باللي يخليكي طاقة ايجابية، باللي يخليكي دعم وسند. حبي نفسك بالظبط. وانت بتسندي اللي حواليكي. بالظبط. انت لما تحبي نفسك، انت كل اللي حواليك هيحبوكي. انت محور حياتك، انت مش محور الكون. معلش عشان بس يعني مش كل ست فاكره نفسها هي محور الكون. لا، انت مش محور الكون، انت محور نفسك انت بجد. فيعني اختاري نفسك، الدنيا كلها تختارك. طبعا بشكرك يا دكتورة نهى على اللقاء الجميل ده. مم. واخر طبعا نختم الحلقة واقول حبي نفسك، انت تستاهلي انك تتحبي. حبي نفسك لانك مصدر الحياة، لانك نور الحياة. حبي نفسك لانك تستحقي انك تكوني ملكة، تستحقي ان انت تظهري للناس كلها باحلى حاجة وباعلى حاجة. حبي نفسك وخليكي جديرة ان اللي حواليك هم اللي يحبوكي، وهم اللي يطلبوا ودك، وهم اللي يتمنوا يكونوا واقفين جنبك ويتصوروا معاكي. استنونا في حلقة جديدة من برنامج شبابنا مستقبلنا ان شاء الله الاسبوع اللي جاي.